لسه متعافي من هذا المرض القاسي جدا، والوقت بقى يعني لازم ادخل على الفيلم دوت عشان الفيلم دوت هيطول جدا ويعني مهم جدا. دلوقتي ندخل على طول بقى عشان ما نقعدش نلكلك في الفاضي. بنبدا في اول جريمه. الاحداث سنه 1969، مدينه فاليهو في كاليفورنيا. بنبدا ونشوف اتنين في ديت بيبقوا رايحين مطعم، بس البت بتغير المكان وبتروح مكان هادي شويه. بصوا هنا بقى كده، في عربيات كتير جدا موجوده وعربيه واحده بس اللي منوره. ركزوا بقى في الحته دي جدا. المكان هنا مكان عادي يعني، ما هوش حته مقطوعه، واصلا في ناس تانية غيرهم. يعني المشهد ده بتحس بعدم ارتياح كده من الشخصيات. يعني واحد لابس شتوي في شهر 7، والبت متوتره كده، والغريب ان هي متجوزه اصلا، بس المخرج ما بيدخلش في التفاصيل دي. بنشوف عربيه جايه من بعيد بتقف وتطفي النور بس بتمشي، العربيه بترجع تاني. بنشوف راجل نازل منها وبيقتلهم. بنشوف هنا بقى ان الواد لسه عايش لكن البنت ماتت، وهنا القاتل دوت بيبلغ الشرطه على انه اللي قتلهم ونوع المسدس والمكان وكل الحاجات دي، ودي حاجه غريبه جدا برضه. بنروح لسان فرانسيسكو بعد 4 أسابيع من الجريمه، واللي بتدور فيها اغلب احداثنا وابطالنا موجودين فيها. ونتعرف على بطل القصه روبرت، عنده ولدين ومنفصل عن مراته، شغال في صحيفه سان فرانسيسكو ورسام كرتوني. هو شخص عادي بس هو بيحب يتعمق في التحقيقات وبيحب يحل الالغاز والرموز الغريبه وكل الحاجات دي. وبنشوف اجمل شخصيه في الفيلم ده والله بجد، روبرت داوني جونيور في دور بول ايفري. بول ايفري هو شغال صحفي تقليدي جدا، وبعدها بيتحول تدريجيا لدور مركزي جدا في التحقيق. بتوصل اول رساله من المجرم بيقول لهم فيها انا اللي قتلت المراهقين السنه اللي فاتت والبنت اللي كانت مع الواد في العربيه. المراهقين دول الجريمه دي ما بتظهرش بس هي موجوده، فبيديهم شويه ادله علشان يصدقوا ان هو اللي عمل كده بالظبط. بيقول لهم على اسم المسدس وكم طلقه ضربها بالظبط. دي تفاصيل الجريمه اللي ما شفناهاش اصلا. لكن الجريمه بتاعت البنت والواد في العربيه بيعرفهم ان الواد لسه عايش، هو مصاب بس البنت ميتها. وبيقول لهم كمان ان في شفره عايزكم تطبعوها في الصفحه الاولى من الصحيفه، وفي الشفره دي هتلاقوا هويتي وهتعرفوا انا مين بالظبط. ولو ما عملتوش كده يوم الجمعه الصبح هقتل ناس تانية يوم الجمعه بالليل. بس هم اصلا مش متاكدين من كلام الراجل دوت ان في جريمه حصلت في فاليو فعلا ولا لا، فبيخلوا بول يتصل بالظابط اللي هناك ويعرف منه. هنا روبرت بيطبع الشفره على ورقه معاه. الراجل هنا بيقول له انت مش وراك رسوم تخلصها؟ بتعمل ايه هنا اصلا؟ فبيقوم راح ماشي. بول بيتصل بشرطه فاليهو فبيقول له انا عايز اعرف هل في جريمتين حصلوا فعلا وما اتحلوش السنه اللي فاتت وفي شهر 7 كمان. بول بيقول لهم ان الجرائم ده حقيقيه فعلا وحصلت، وكل اللي قاله في الرساله دي صح. غير كده اصلا هو بعت الشفره دي لكذا صحيفه كمان، بس كل صحيفه ليها شفره مختلفه. فهنا دلوقتي هما بيتنافسوا اصلا على مين ينزلها الاول. بس الراجل هنا بيقول لهم اطبعوها في الصفحه الرابعه. واللي هنا بول بيقول لهم ايه رايكم لما نحط $20 للي هيعرف هيجيب اسمه من الشفره دي. بس بول هنا بيقول له هو عمره ما يقولك على اسمه في الشفره. بيبص له بس كده ويمشي. يعني انت عارف يعني. بنشوف روبرت في البيت وبيبقى معاه كتاب لحل الشفرات والشفره نفسها. هنا هم بيوزعوا الشفره على كل المتخصصين في حل الشفرات. بنروح للمكتب بعد 3 ايام. بنشوف بول بيعرف نفسه لروبرت عشان اصلا روبرت بقاله 9 شهور هنا، بس هم يعني مش صحاب خالص. هنا بول بيقول له انت كنت صح فعلا وما قالناش على اسمه في الشفره. بيقول له ان مدرس تاريخ ومراته هم اللي حلوها. يعني ايه الضحك ده والله بجد. الغريب ان اول شفره ما فيهاش خطه، ما فيهاش تهديد مباشر، فيها فكره واحده بس مرعبه، ان القاتل ده مستمتع ومش حاسس باي ذنب، وكأن الجرائم بالنسبه له اللعبه، لان هو شايف ان الراجل هو اخطر حيوان ممكن تقتله. لانه هو شايف استغفر الله العظيم يعني ان الناس اللي بيقتلهم دول هيبقوا عبد عنده في الاخر بقى. وفي يعني والله ما عارف بقول ايه بجد. الغريب هنا ان المجرم ده بعت حل الشفره لمدينه فاليهو علشان يساعدهم. يعني ازاي اصلا في حد ممكن يعمل حاجه زي كده؟ بيبقى لسه في باقي من الشفره. الغريب هنا ان هو بيحلها عادي. فبقول هنا بيساله انت ازاي عرفت انه مش هيقول اسمه في الشفره؟ بيعمل نفسه من بنها بقى وما بيردش عليه. بيفضل حاجه واحده بس وهي وحش خطير. بنشوف جالهم رساله تانية بيقول لهم ان هو كان لازق كشاف على المسدس، علشان كده قدر يصيبهم في الضلمه وكتب اسمه زودياك. الجريمه التانية بعد شهر ونص، مدينه نابا كاليفورنيا. احنا كل احداثنا في كاليفورنيا بس المدن بتتغير. بنشوف 2 متجوزين قاعدين بيحبوا في بعض شويه. مراته بتقول له ان في حد هناك كده انت شايفه، بس بيختفي مره واحده ورا الشجره، بيطلع من ورا الشجره تاني ولابس اسود في اسود وعلى صدره شعار الزودياك. بتقول له ده جاي علينا ومعاه مسدس. بيقفوا بيقول لهم انا عايز كل الفلوس ومفاتيح العربيه بتاعتك. بيديله المحفظه والمفاتيح وبيدي للبنت الحبل ويخليها تربطه. هنا هو بيقول لها ما تربطيش جامد علشان لما يجي هنا هاخد منه المسدس. والله انت غلبان يا اسطى. هنا الزودياك بيقول له انا لسه قاتل حارس وانا بهرب من السجن في مونتانا وعادي اقتل تاني. ويروح يربط البنت جامد. فبيقول له ان انا هاخد العربيه بتاعتك واروح المكسيك ويشد الحبل على الراجل ويلزقه على الارض ويربط رجله. الراجل هنا بيقول له هو المسدس كان فيه طلق علشان لو حد سالني وكده. بيوروا له ان المسدس فعلا كان فيه طلق، بس المره دي بيضربه بالسكينه، بس بيمسك البنت ويقعد يموت فيها. يا جدعان منظر مرعب جدا والله. وبنشوف كاتب على العربيه فاليهو والرمز بتاعه. طب ليه هو كاتب فاليهو على العربيه؟ عشان يعرف الشرطه ان هو نفسه اللي عمل الجريمه دي، هو نفسه اللي عمل الجريمه التانيه برضه. ونشوف الراجل هو اللي عاش والبنت ماتت تاني برضه. هنا بنشوف روبرت بيرسم شكل زودياك اللي شافه ولد صغير عند البحيره بس بيطلع يجري. مش عارف ايه الهبل ده بجد والله. يعني الراجل ده
ده بيقول لبول ان هو روبرت شخص كشافه بمعنى الكلمه، وما بيدخنش ولا بيشرب كحول ولا اي حاجه من كده، وما بيشتمش بقى ومؤدب جدا. فاكرين في الشفره لما زودياك قال ان الراجل هو اخطر الحيوانات؟ هو مش بيقول كده علشان قوته مثلا، لا، لكن علشان وعيه. الجمله دي بتكشف ان القاتل مش بيبرر القتل، هو بيشرح فكره وبيمثلها، وده اللي خلى روبرت يبقى مهووس بالجمله دي وعارف ان هو شافها قبل كده. روبرت هنا بيقول لهم ان الجمله دي جايه من شخصيه في فيلم اسمها ظروف، شخص بيصطاد الناس كرياضه، وده صح لان ظروف بالزي والزودياك بالزي برضه. ايه يا جدعان ما تركزوا كده. نروح للجريمه الثالثه. بعد اسبوعين سان فرانسيسكو في المدينه بتاعت روبرت، بنشوف راجل بيوقف تاكسي، بيركب ويمشي، التاكسي بيقف، الراجل بيقوم قتله وبينزل يركب جنبه. هنا في ناس شافوا الجريمه فبيبلغوا الشرطه، وبنشوفه ماشي، وبنتعرف على مارك رافالو في دور ديف. هو محقق جرائم قتل في سان فرانسيسكو، وهو هيبقى المسؤول الاساسي عن جريمه التاكسي، وبيمسك ملف زودياك من ناحيه الشرطه. شغله عملي ومنهجي، مش مهووس زي روبرت خالص. ديف واقعي خالص، ملتزم بالقانون وعايز دليل واضح علشان يقبض على اي حد. لكن روبرت مهووس جدا وبيقعد يدور على معاني كتير وادله متنطوره هنا وهناك. بول بقى ده رايق جدا، صحفي عادي، بس هو في النص كده ما بين ديف وروبرت. بنشوفه في العربيه مع صاحبه، بيقول له ان المجرم هو اسود البشره وراشد. بيوصلوا لمكان الجريمه، الراجل ده بيقول لهم ان الضحيه ماتت، وهم مخليين شويه موتوسيكلات تلف عند الحديقه عشان لو هو هناك. بيكمل ويقول له ان المحفظه والمفاتيح بتاعه التاكسي مفقوده. هنا بقى بيقول لهم حاجه غريبه، ان الواد اللي شاف المجرم كان ابيض ولابس نظاره وتخين شويه وشعره قصير. الغريب هنا ان هم كانوا بيقولوا له ان هو اسود البشره، بس الراجل اللي شبه الدكتور ده بيقول لهم ان احنا رجعنا وصححنا الغلط دوت. بيلاقي جوانتيات عليها دم في العربيه ورصاصه 9 مللي زي اللي بيستخدمها زودياك. تحسوا بيقول لهم كده ما تتعبوش نفسكم يا جماعه، انا اللي عملت كل ده. هو اصلا مش بيعمل جرايم وينظفها بقى وكده، لا خالص، هو مش قاتل محترف يا جدعان، هو بس مغرور جدا في رسايله. وهنا كمان اكنه بيقول لهم انتوا عارفين ان ده انا صح، بس برضه مش هتعرفوا تمسكوني. لما الرصاصات اتلقت واضح ان زودياك ما كانش قلقان، بالعكس كانه سايبها علشان يقول انا نفس الشخص ولسه حر. الغريب ان الراجل اتضرب بالرصاصه على اليمين ووقع على اليمين. ازاي بقى يعني؟ حتى لو هو كان عايز الفلوس ما كانش لازم ينزل من العربيه يعني ويحط ايده وياخد الفلوس، كان ممكن يمد ايده بس من هو ورا كده ياخد الفلوس عادي، مش لازم يقرب من الدم خالص. فبنشوف السجل بتاع التاكسي، والسواق اصلا كان معاه $8 بس، وده الزبون التالت بتاعه النهارده. يعني هو اكيد ما قتلش الراجل عشان $8 يعني. بيروح للعيله اللي شافوا الجريمه، الاطفال بيقولوا له حاجات عاديه جدا، يعني الراجل كان ابيض شكله عادي جدا. بنروح للمكتب، زودياك بيبعت رساله بيقول لهم فيها ان انا اللي قتلت سواق التاكسي، وكمان عشان يثبت كلامه بيدي لهم حته من هدوم السواق، بيقول لهم ان الشرطه كانت ممكن تمسكني لو دورت في الحديقه كويس بدل ما تقعد تخلي الموتوسيكلات تقعد تلف حواليني بس كده. هنا بقى بنعرف ليه هو ركب جنب الراجل، عشان ياخد حته من القميص كدليل على اللي عمله. هو حرفيا بيساعد الحكومه حرفيا، وكمان بيقول لهم ان انا اللي عملت الجريمتين اللي فاتوا. روبرت هنا بيقول لهم ان الموضوع بيزداد سوء، بس الراجل بيطلعه بره، لان المرعب هنا ان زودياك بيقول لهم ان هو هيستهدف باص المدرسه الصبح وهيضرب العجله بتاعه الباص علشان يقتل الاطفال. هنا هم يحاولوا يطبقوا الدم والقماشه، وان هم اصلا لقوا بصمات ليه في الدم. هنا بقى الناس بتحذرهم انه ما ينشروش اي حاجه زي كده عن الباص عشان ما يقلقش الناس. هنا بيقرروا ينشروا رساله زودياك من غير ذكر تهديد الاطفال اللي رايحه المدرسه، عشان مش عايزين يخلوا البلد تخاف وتتوتر. عشان كده بيطلب منهم يخلوا الموضوع ده سر بينهم. روبرت بيركب ابنه الباص بس بيقلق، بينزله ويروح يوديه بنفسه. بتعدي 10 ساعات وبنروح للتحقيق الجنائي، ولقينا الراجل ده مهمته دلوقتي انه يعرف هل الورقتين دول نفس الخط ولا لا، عشان المحقق يتاكد انه شخص واحد بس اللي عامل كل الجرائم دي، وبرضه يدي للشرطه او للصحفيين دليل يربط الجرائم ببعضها. فبيلاحظ ان حرف الار في كلمات معينه بيتكتب بنفس الطريقه. هنا ديف بيقول لصاحبه اننا لازم نعلن عن تهديد حافلات المدرسه عشان دي هتبقى مشكله كبيره جدا. الراجل بيطلع وبيقول لهم فعلا هو المجرم. بنشوف في الاخبار ونعرف ان اسم الشرطه قالوا على تهديد حفلات المدرسه، ما قدروش يخبوا الخبر. بعد 12 ساعه نروح للشرطه في سان فرانسيسكو، بنشوف الشرطي ده بيتصل بحكومه فاليهو وعايز يقابل الناجي من الجريمه الاولى اللي كان في العربيه مع البنت، عشان هو الوحيد اللي شاف وش زودياك. الغريب هنا ان الشرطي بيقول له ان هو سافر البلد، يعني ازاي اصلا تسيبه يسافر؟ يعني بيقول له انت سبت الراجل الوحيد اللي شاف زودياك من غير قناع يمشي عادي جدا كده، يعني ايه الهبل ده والله؟ بيقول له ان هو كان في المستشفى واختفى مره واحده، نعمل ايه يعني؟ تعمل ايه يا عم اقعد ساكت؟ هنا الظابط بتاعنا بيقول له ابعت الادله اللي عندك او اي حاجه ليها علاقه بزودياك، بس الظابط هنا بقى بيقول له انت كمان لازم تبعت الحاجات اللي عندك والبصمات اللي لقيتوها في التاكسي. هنا بقى هم في امور متشتته جدا وكل واحد عايز التاني يبعت. بيروح يتصل بنابا اللي حصل فيها الجريمه الثانيه، فالظابط بتاعنا بيقول له احنا عايزين الصور والحاجات اللي عندكم من زودياك، بس الراجل بيقول له انتوا ما بعتوش اصلا الرساله اللي بعتها لكم زودياك. بص هنا يا جدعان، الجريمه الثانيه اللي كانت في الحديقه زودياك ما بعتش اي رسائل خالص لصحيفه
مدينة نابا. كل الرسائل مبعوثة تبع جريمة التاكسي، الجريمة الثالثة. دي بقى حاجات جنونية والله بجد، كل واحد عايز مصلحته بس محدش بيتحاول يتعاون خالص عشان يعمل واحد زي زودياك دوت يمسكوه. في نابا الشرطة قالت ان كل البصمات كانت وينج ووكر، يعني كل الأدلة المادية تشير لنفس الشخص وهي بصمات الجزمة، بس المشكلة كل واحد عايز التاني يبعت اللي عنده الأول. فالظابط بتاع فاليهو بيقول له ما تتصل بسولانو عشان جريمة الطفلين بتاعت السنة اللي فاتت كانت في سولانو. بصوا بقى الجريمة دي ما ظهرتش في الأحداث خالص، بس المخرج بيوريك ان في جرائم كتير جدا حصلت من غير شهود او اي حاجة، فاهمين؟ دلوقتي هو لازم ينسق مع فاليهو وسولانو ونابا. انا دماغي هتنفجر بجد والله. ركزوا معايا بقى كويس جدا جدا. هنا الشرطيين دول بيتكلموا عن جريمة التاكسي، فبيقولوا ان جالهم اتصال علشان يدوروا على راجل اسود البشرة، بس ده قبل ما يعدلوا انه ابيض اصلا، فاهمين؟ المشكلة هنا ايه بقى؟ انهم شافوا الراجل بس علشان هم المعلومات اللي جات لهم ان هو اسود البشرة سابوه يمشي عادي جدا كده. بيكملوا يقولوا ان الراجل ده كان ابيض ومش بيجري يعني خالص، مش متوتر نهائي، وكان ماشي بتقل في رجله، يعني عنده اعاقة نوعا ما في رجله. الظابط بيقول له ثانية كده، هو كان تخين شوية وشعره قصير؟ بيقول له ايوه بالظبط. بيقول له الدنيا كانت ضلمة جدا والراجل كان لابس اسود في اسود. ديف هنا بيقول له يا ابني الراجل كان مليان بالدم، زي ما وقفتوش يعني. بيقول له طب وقفته؟ طيب كلمته؟ بيقول له لا. الظابط بيقول لهم انتوا لازم تقابلوا رسام باسرع وقت. دماغي هتفرقع بجد والله، هتجنن والله بجد. الراجل معدي من قدامهم مليان دم مليان دم، اكيد الراجل ده عمل مصيبه سودة. ما وقفوش، ما اتكلموش معاه، ما قالولوش اي حاجه. الله بنشوف هنا الشرطه مراقبه كل حافلات المدرسه علشان زودياك. هنا في حاجه غريبه، ان كل الجرايم 4 بتاعه سولانو وفاليهو ونابا وهنا في سان فرانسيسكو، مفيش اي بصمه واحده في اول 3 ولا حتى اي رساله. اشمعنى بقى هنا في سان فرانسيسكو؟ وازاي اصلا مجرم يجي مدينه غريبه عليه زي سان فرانسيسكو مثلا ويسيب بصمه على الدم؟ ممكن زودياك ساب بصمته على الدم مش لانه غبي، لكن لانه عارف ان بصمته ناقصه احسن من بصمه كامله، فاهمين؟ يعني يخليه يجري وراهم اكتر واكتر عشان يفضل في اللعبه المريضه بتاعته دي. وحتى الجوانتات بتاعته يضرب النار على الراجل وبعدين يقلعهم ويسيبهم في العربيه. ده حاجه غريبه برضو يعني. النقطه الرئيسيه هنا ان هو بيقتل البنات بس ويسيب الرجاله، وكمان اغلب الرجاله دول بيبقوا في علاقه يا اما جواز او 2 عشاق مثلا. ايه عشاق دي؟ انا حسيت ان هي كلمه كرنج جدا، بس انا ما لقيتش انسب من الكلمه دي بجد، يعني مؤدبه جدا. يعني هدفه خلق الرعب الشخصي والتركيز على الخطايا او المواقف الخاصه. هتيجي تقول لي مثلا يعني طب يعني ايه ده بقى؟ يعني بقى طب ما هو سواق التاكسي ده راجل عادي جدا، شخص عادي، لا هو متجوز ولا هو عاشق ولا اي كلام من الكلام ده. انت كده مركز معايا يا نجم صح كده. بتاع التاكسي ده بقى ملوش اي صله بكل التانيين، يبقى ليه زودياك قتله؟ هنا هقول لك تغيير النموذج. يعني ايه؟ يعني زودياك بعد جرايم العشاق دي ما شافش تحرك حقيقي من الشرطه، فقرر يغير النموذج ويقتل سواق التاكسي في سان فرانسيسكو اللي بداوا يتحركوا. وبعد كده المحقق ظهر وبعدين بعت له من رساله انه هيدمر حفلات المدارس بتاعه الاطفال. سلوكه بقى استعراضي اكتر، بقى وسيط بينهم، بيبعت لهم الرسائل ويقول لهم خطته الجايه. بنعرف ان زودياك اتصل باسم الشرطه عشان عايز يظهر في برنامج تلفزيوني كده اسمه جيم دانبار، مش عارف ايه البرنامج ده والله بجد، وعايز يتكلم مع محامي اسمه ميلفين بيلي. بيروحوا يجيبوا ميلفين بيلي في شنطه العربيه، بيجي يصحوا منهم كده ويحطوه في شنطه العربيه. بيعملوا خطه انهم عايزين ميلفين دوت يخلي زودياك يقابله وهو بيكلمه ويقول له على كنيسه يتقابلوا فيها، وعشان الشرطه تعرف تتعقب الاتصال ده ومكانه كمان محتاجين ميلفين المحامي دوت يفضل يكلمه لمده 15 دقيقه. بنشوف بول الكاريزما في المكتب. زودياك بيتصل. زودياك بيقول له ناديني باسم سام. المحامي بيقول له في مكان ممكن نتقابل فيه ونتكلم يا سام؟ بيقول له قابلني في فندق فيرمونت لوحدك عشان لو حد جه هرمي نفسي من السطح. ديف هنا بيخلي الشرطه تبقى جاهزه هناك. زودياك بيقول له انا مريض جدا وعندي صداع شديد، بس بيقفل الخط. بيرجع يتصل تاني. المحامي بيقول له يا سام احنا مش بنتعاقب الاتصال، خليك مطمن. هنا زودياك بيقول له انا مش عايز اتعدم، انا عندي صداع شديد جدا ولما بقتل برتاح منه. هنا بيقول له انت ليه عايز تتكلم معايا يا سام؟ وبعدين انا ما اعتقدش انه ممكن يعدموك اصلا. بيصوت مره واحده كده، حاجه غريبه جدا. بيقول له ايه ده يا سام؟ زودياك بيقول له دماغي صداع شديد جدا. بيقول له انا تعبان جدا، انا هقتلهم، انا هقتل الاطفال دي كلها. هنا المحامي بيقول له ايه رايك في الكنيسه يا سام؟ نتقابل هناك. بيقول له لا نتقابل في الكنيسه قدام دالي سيتي الساعه 10:30. بيقول له هقابلك هناك يا سام. بيروحوا برابطه المعلم كده وما بيلاقوش اي حاجه هناك. بيجيبوا الراجل بتاع جريمه الحديقه. لما سجلوا صوت زودياك وجابوا الشاهد حتى هو ما قدرش يقول 100% ده نفس الشخص ولا لا. ده جزء من اللغز. زودياك الحقيقه دايما ناقصه. الحقيقه زودياك عمرها ما بتبقى كامله في حياتها. صاحبنا بيقول لديف ان الراجل اللي كان كلم الشرطه كان صوته اعمق شويه. نروح بعد 2.5 أسبوع بنشوف روبرت في الشغل بس ما فيش اي حد هناك وبيبقوا متجمعين كلهم جوه. بنعرف ان زودياك بعت رساله وقعد يسخر من الشرطه والاعلام وديف على انهم عبط جدا. بعد ما زودياك هدد حفلات المدرسه بعت رسمه لمخطط قنبله، قال انه ناوي يحط القنبله دي في طريق الحفلات ويفجرها عن بعد، لكن ما حصلش تفجير وما تثبتش اصلا انه حط قنبله فعلا. زودياك بعت الرساله دي نفسيا ترهيب
مش قتل، نشر خوف جماعي. طيب ليه الرساله دي مهمه؟ لانها بتاكد التحول من قاتل عادي لشخص مهووس بالسيطره. القنبله اللي زودياك رسمها ما انفجرتش، لكن الفكره نفسها كانت كفايه تخلي مدينه كامله تعيش في رعب. وكمان باعت شفره تانية. ركزوا بقى هنا، بنشوفهم قاعدين بيشربوا فيمتو. بول بيقول له انت ازاي بتحل الشفرات؟ بيجيب له كتاب ويقول له ان المؤلف هنا بيقدم 8 من 26 رمز اللي في الكتاب موجود فينا في الشفره، يعني 8 رموز من ال 26 موجودين في الكتاب ده. بيقول له طيب في رموز تانية شكلها من العصور الوسطى. بيقول له انا قلت كده برضو، بس بعد كده لقيت رمز مكتوب من العصور الوسطى. احذر بقى اسمه ايه؟ ابجديه الزودياك. انتوا فاهمين الفكره في ايه؟ ان هو اصلا ممكن ما يكونش جايب اسمه من ده، ممكن يكون جايب اسمه من الكتاب كمان، هو مش جايب اسمه كده من اللون الوطني يعني. هنا ديف بيكلم صاحبه بيقول له ان مفيش ناس كتير عندها كابو في كاليفورنيا، بمعنى ايه؟ ان هم قليلين جدا ومحدودين. فيتصل بفاليجو ونابا ويعرفوا من مهندسين المدينه نفسها في كام كابو موجود. نروح بعد شهر ونص في الكريسماس بنعرف ان زودياك بعت رساله لمالفين المحامي بيقول له فيها انه خايف ومش قادر يسيطر على نفسه وبيطلب مساعدته. كلامه فيه نبره ضعف كده اول مره نشوفها. وغير كده هو كان بيتصل بمالفين في البيت كتير جدا وهو ما كانش موجود. الرساله دي كانت غريبه لان الاول مره نشوف زودياك بيبان ضعيف، بس ده مش ضعف حقيقي، ده اسلوب جديد للتلاعب بيهم. بنروح بعد شهرين ونص 1970 بنشوف ست سايقه على الطريق السريع فبتقف. بنشوف راجل نازل من العربيه بيقول لها ان كاوتش العربيه بتاعك غير امن وعايز يتربط عليه جامد، فبيعرض على انه يقدر يساعدها فبتقول له ماشي عادي. وبنشوف هنا ان معاها طفله صغيره. بيخلص ويمشي وهي ماشيه العربيه بتقف، بتنزل تلاقي الكاوتش باظ. الراجل ده عمل كده بس عشان يوصلها هو، فبيعرض عليها انه يوصلها لاي محطه علشان تصلح العربيه بتاعتها وبتركب معاه وبتمشي. بس هو مش متقبل الطفل اللي معاها وانها بتشرب سجاير. غير كده كمان بيعدي من عند المحطه وما بيقفش مع انها فاتحه. بيقول لها لا دي قافله بس هي اصلا مفتوحه يا جدعان، هو اعمى ولا ايه؟ هنا هي بتساله انت بتساعد الناس كده على طول؟ بيقول لها بعد ما بخلص عليهم مش هيحتاجوا لمساعده كبيره. شوفوا بقى الرعب ده، الراجل بيقول لها قبل ما اقتلك هرمي الطفل بتاعك من الشباك. بعدين بنروح وبنشوف عربيه كبيره واقفه والست ايدها كلها دم، وبنعرف انها نطت من العربيه اللي كانت مع الراجل وبتطلع مخبيه الطفل عشان خايفه الراجل ده يرجع تاني. بعد محاوله خطف الست وابنها الفيلم ما وقفش عند الجريمه، دخل في مونتاج سريع كأن زودياك اختفى كقاتل وظهر كتشويش. بنشوف روبرت بيقضي وقت طويل في دراسه الرسائل والشفرات. بول هنا بياخده علشان يوضح له حاجه مهمه، ان مش دايما زودياك بيقتل بنفسه، احيانا بينسب الجرائم ليه، جرائم حصلت وهو مش متورط فيها اصلا. طيب ليه بيعمل كده؟ زودياك بيبني اسطوره لنفسه، هدفه السيطره على الاعلام والشرطه مش بس القتل، وده بيخلي التحقيق اصعب جدا. كل دليل ممكن يكون تضليل، وفوق كل ده كمان هو سرق لقبه والشعار بتاعه من براند ساعات عشان ده المكان اللي ظهر فيه الاسم والشعار في مكان واحد. هو بس بيقول انه عمل 13 جريمه، بس هما فين اصلا 13 جريمه دول؟ احنا ما نعرفش غير 5، واحده في الاول خالص والتانيه في الحديقه والتالته بتاعه التاكسي والرابعه الست وابنها اللي كان هيقتلهم، والخامسه الفيلم ما ظهرهاش بس هي حصلت فعلا قبل كل دول. هنا روبرت امله خاب، كان مستمتع بالالغاز والحاجات دي كلها لحد دلوقتي عدى سنه ولسه ما مسكوش زودياك. بول هنا بيجي له رساله من زودياك بيهدده بانه هيقتله علشان بول في مقال من مقالاته كان بيقول انه زودياك دوت مثلي، انه يعني ملون وكده عشان شخصيته غامضه جدا. رياكشن بول هنا غريب وجامد فشخ والله بجد يعني. يا على الزمن ايام لما كان الملون دوت حاجه اصلا مش عاديه ومحدش بيتقبلها خالص وكانت تعتبر اهانه، ولحد دلوقتي يعني مش فاهم اللي بقى بيحصل ده. دلوقتي بول هيبقى محتاج مسدس علشان زودياك لو لمحه هيمرجحه. بول مرعوب منه حرفيا، حاطط دبوس كده مكتوب عليه انا مش بول ايفرو. والله يا جدعان والله ضحك بجد والله مش فاهم. واغلب الصحفيين اصلا مركبين البتاع ده، ايه العبط ده بجد والله. بول والله هنا بول لقى دلائل كبيره عن المجرم فهو هيروح يقابل شخص في ريفر سايد. هنا بنشوفه في ديت مع بنت اول مره فهو بيحكي لها عن زودياك وبول انه رايح يقابل شخص مجهول، فهي بتقول له ان بول رايح يقابل شخص مجهول حد ما انتش عارفه اصلا، هو ما يعرفش هو مين ورايح له لوحده. روبرت هنا بيحاول يمسك نفسه بس في الاخر يقول انه لازم يتصل بمرات بول عشان يتاكد ويطمن على بول. بص انا العلاقه دي عبيطه جدا ملهاش اي لازمه بجد والله، تطورها عبيط ما انتش فاهم هو ايه اللي بيحصل في العلاقه العبيطه ديت. بنشوف بول عند المكان اللي هيقابل فيه الراجل. بول بيتصل بروبرت. بول هنا بيكتشف جريمه حصلت سنه 1966 وهي الجريمه الوحيده اللي ما اتحلتش في مقاطعه ريفر سايد، وهو شايف انها اول جريمه لزودياك. ليه بقى هو شايف كده؟ لان قاتل الضحيه دي كتب رسائل للصحافه واللي بول اخدها وده للراجل اللي بيشوف هل فعلا ده خط زودياك ولا لا، بس بول متاكد انه نفس الخط بالظبط. ديف هنا متضايق هو والحكومه علشان بول شغال من غير ما يقول لهم اي حاجه وهو صحفي يعني ما ينفعش يعمل كده. شكل ديف بقى وحش قدام الشرطه وهيلوموه هو اصلا. بنشوفهم في الطياره رايحين ريفر سايد عشان يتاكدوا من معلومات الجريمه اللي حصلت سنه 66 ومعاه واحد من مدينه نابا تبع جريمه الحديقه. بيجيبوا ملف الضحيه فبيقول انها كانت في المكتبه سنه 1966 البنت يعني، ومشيت منها مع الراجل
مجهول، ولقوا جثتها تاني يوم في موقف العربيات مطعونه لحد الموت، وعربيتها متعطله وسلوك البطاريه مقطوعه. يعني ايه؟ فاكرين الجريمه اللي حصلت وكان واخد ست وابنها؟ كان عامل معاهم نفس الفكره برضه، بوظ لها العربيه وعرض عليها المساعده وبعدين كان عايز يقتلهم بس هم هربوا. الجريمه دي نفسها بالظبط وقبلها بكتير كمان، فدوت دليل على انه فعلا زودياك من طريقه تعامله مع الجرايم. المشكله هنا انهم اصلا مش متاكدين ان الضحيه بتاعت الست وابنها هو زودياك ولا لا، وبيوري لهم الرساله اللي اتبعتت سنه 1966 بس ليه مكتوبه بآلة الكتابه ومكتوب فيها نفس كلام زودياك بالظبط وطريقه كلامه. وبعدها ب6 شهور الصحيفه والشرطه وعيله الضحيه جالهم الجوابات دي. الجواب موجود عليه 2 طوابع زي ما زودياك كان بيعمل بالظبط، ودي الرسائل اللي طابعها الراجل العجوز برسائل زودياك. ركزوا بقى معايا هنا، بيكملوا يقولوا ان عامل النظافه لقى خشبه بعد شهرين في المكتبه ومحفوره عليها كلام نفس طريقه زودياك بالظبط. الخشبه اللي في ريفر سايد خلت السؤال اكبر، هل زودياك كان موجود من بدري ولا الاسم نفسه اتوجد بعدين اتعمل جرايم ملهاش صاحب؟ وبنعرف هنا ان الراجل ده هو اللي ادى لبول النماذج بتاعه القضيه دي، والراجل ده مش شايف ان الجريمه اللي حصلت سنه 66 بتاعه زودياك اصلا. طيب ازاي يا جدو بقى؟ يعني ازاي اصلا ولا ايه شايف كده؟ عشان اصلا هم شاكين في واحد عندهم بس هم ما عندهمش ادله كفايه عليه، بس واثقين ان هو يعني ده رعب اكبر من التاني. الراجل ده بيقول كلام فل الفل دلوقتي، بيقول له طيب خلينا نقول ان الراجل اللي انت شاكك فيه هو صاحب جريمه 66 وكتب الاعترافات دي كلها في الصحيفه وبعدين قرأها زودياك وكتب رسائل زي بتاع المجرم ده، وهو اصلا عمل كده كتير جدا انه ينسب الجرايم ليه. بيطلعوا هنا ديف بيبقى متضايق من بول علشان هو شغال بس لوحده، والناس دلوقتي شايفه ان ديف واحد عبيط جدا مش عارف يعمل حاجه. بول بيقولوا ان هو اللي جاب الجريمه بتاعه ريفر سايد ولولا ما كانش حد يعرف يجيبها اصلا. ديف بيسيبه ويمشي. بول بيعمل كل ده ليه اصلا؟ عشان زودياك بيهدده بالقتل. هنا بول بيقول لديف عدى سنه ونص ولحد دلوقتي انت لسه ما مسكتش زودياك. بقول له تبا لك يا رجل. عبيط قوي بجد. بيعدي فترات كتير وعلى مر السنين اكتر من شخص ظهر وقال انا زودياك، لكن الحقيقه ان مفيش حد اتاكد منه. كل محاوله كانت جزء من الفوضى اللي زودياك نفسه خلقها. بعد 8 شهور سنه 1971 بنشوف صاحب ديف قاعد مع شخص بيقول لهم ان هو عارف مين زودياك. بيقول ان كان في حوار دار بينهم سنه 1968 وصاحبه ده اسمه لي وكان سكران شويه، وانه بدا يتكلم عن انه عايز يصطاد الناس زي اللي كان في الكتاب بالظبط، وكمان انه كان بيتكلم ازاي تحط كشاف على المسدس عشان تشوف الناس في الضلمه وتقتلهم. الصوره وضحت كده المفروض يعني. وكمان كان بيقول انه هيكتب رسائل للشرطه ويقول ان هو اسمه زودياك عشان يقعد يلعب معاهم وكده، وكان متضايق انه اتطرد من المدرسه فاتكلم على انه هيوقف حفلات المدرسه ويقتل الاطفال، فخفت منه جدا وما عدتش شفته تاني. واللي كان بيعمل دايفنج في البحيره وهي البحيره نفسها بتاعت نابا الحديقه اللي كان حصل فيها الجريمه. بيكمل ويقول له ان من حوالي سنه شفت الصحيفه وكان موجود فيها قصه عن زودياك وعرف ان هو فعلا ليه، وحاولت اتصل بالشرطه بس محدش رد عليا. الضابط ده بيقول له انت متاكد ان الحوار ده دار بينكم في يناير سنه 1968؟ بيقول له ايوه متاكد طبعا اكيد مش بعد كده. ديف هنا مش مصدق اللي الراجل ده قاله عشان هو خلاص زودياك ممكن تتوقع منه اي حاجه مخادعه دلوقتي، بس صاحبه بياكد له انه فعلا كان اتصل بالشرطه بس محدش رد عليه وان هو اتاكد من ده جدا. بنعرف كمان ان ليه بيعرف يكتب بايده الاثنين ودي حاجه مرعبه جدا، فبيروحوا للرئيس بتاعهم. هنا صاحبنا بيقول له ان ليه في العادي بيستعمل ايده الشمال في انه يكتب حاجات في الشغل او رسائل لصاحبه وكده، بس في رسائل زودياك بيستخدم ايده اليمين عشان محدش يعرف ان هو وكده هو هيبقى ملوش صله بزودياك. فبيقرروا يروحوا عشان يشوفوا فاليجو. بنروح بعد يوم بنشوفهم عنده في المصنع وبيبقى معاهم الضابط بتاع فاليجو. بيدخل عليهم ليه واللي هنا بنشوف ان هو عنده اعاقه في رجله، وزي ما الشرطيين كانوا بيقولوا ان هو كان عنده مشكله في رجله فعلا. اهو ماشي اما نشوف. المحقق بيقول له ان في مخبر قال لنا انك قلت شويه تصاريح قبل اول جريمه بتاعت زودياك ولو هي صح يبقى انت من المتهمين دلوقتي. بيقول له لا انا ما قلتش اي حاجه. بيكمل يقول انا بس سمعت لما اتنشر في الصحف وبيقولوا ان هي كانت حاجه مريضه جدا يعني. فبيقول لهم هنا حاجه غريبه ان هو قابل ضابط وقال له كل حاجه من فاليهو. امتى اصلا؟ بس ازاي اصلا يا جدعان يبقى في ضابط يجي هنا وهم ما يعرفوش عنه اي حاجه؟ بيكمل ويقول لهم ان انا قلت للضابط ان انا كنت بغوص في البحر وقابلت 2 متجوزين وده يا جدعان نفس المكان اللي حصل فيه الجريمه بتاعه الحديقه. بيقول له معايا اساميهم في البيت كمان لو عايزهم. بيكمل ويقول لهم ان كمان جاري شافني وانا راجع البيت وهو مات بعد اسبوع بسكته قلبيه. هتلاقيك انت اللي قتلته يا ابني. كل الحاجات بتاكد ان هو يا جدعان بس مفيش دليل نهائي خالص. هنا بقى بيقول لهم كلام مرعب تاني ان كان في سكاكين في عربيته عليها دم والدم ده بتاع فرخه هو كان عملها على العشاء. فرخه برضه ماشي يا عم ماشي. هنا بقى هم بيستغربوا جدا ويعني ازاي اصلا يعني. المحقق بيساله انت بتكتب بايديك الاثنين؟ بيقول له لا انا بكتب بايدي الشمال بس. فبقول له انت قلت الكلام عن قتل الاطفال صح؟ بيتعصب كده ويقول لهم دي حاجه فظيعه جدا اكيد مش هعمل حاجه زي كده. بصوا هنا بقى المحقق بيقول له انك اترفدت من المدرسه
المدرسه عشان اتحرشت بتلميذ عندك. بيقول لهم انا مش زودياك، لو كنت هو ما كنتش هقول لكم. اوكي اوف ايه الجمدان ده. هنا ديف بيقول له وريني الساعه دي كده، بس هو في الاول بيبقى متردد كده ومش عايز يديها بس بيديله في الاخر، ونشوف عليها اسم زودياك ونفس العلامه بتاعته. بس ليه بيقول لهم ان هي هديه من امي جابتها لي من سنتين. الاغرب ان ليه سبق المحققين وقال لهم انتوا جايين علشان الكتاب اللي زودياك اتكلم عنه صح؟ سؤال ما كانش منطقي لانهم اصلا ما كانوش لسه ذكروا الكتاب، يعني هو بيسبق في الاحداث. بيقول لهم ان ده كان كتابي المفضل في الثانوي، واللي هو بيحكي عن ان الراجل هو الحيوان الاكثر خطوره، وده اللي كان قاله روبرت في اول الفيلم. المشكله ان كل ده بياكد الجرائم عليه وان هو زودياك. بيديله الساعه ويقول له انا متشوق جدا لليوم اللي الشرطيين مش هيبقوا فيه شبه الخنازير. مرعب جدا يا جدعان. بعد 10 ساعات بنشوفهم عند اخو ليه. اخوه بيقول ان ليه على طول كان شخصيته مضطربه، وان هو كان غريب جدا مع الاطفال والعيال الصغيره، ومن ساعتها ما عدناش بنشوفه كتير من ساعه ما عرفنا حالته. الغريب هنا ان اخوه مش بيحاول يهرب من المواضيع خالص، ده بيقول كلام واعترافات. المحقق هنا بيساله عن دون تشيني، وهو شخص كان قال لهم شويه حاجات عن ليه عشان تساعدهم في الجرايم. اخوه بيقول له ده كان صاحبي من زمان، وبيقول لهم ان هو شخص ممكن تثقوا فيه جدا، لو قال لكم على اي حاجه هتبقى صح. هنا بنكتشف ان ليه لما كان بيبعت له من رسائل في الكريسماس وكده كان بيكتب كريسماس ب2 اس، وان هو كان باعت لهم رساله هابي كريسماس من سنتين بنفس الطريقه اللي مكتوب في رساله زودياك برضه. المحقق بيخليها تحاول تدور على الرساله دي عشان يتاكدوا. هنا بنعرف ان اخو ليه هيروح يفتش الشقه بتاعته لما ما يبقاش موجود فيها، وكمان ديف عنده شك كبير جدا اذا ما كانش متاكد ان ليه هو زودياك، بس لحد دلوقتي مفيش دليل ملموس، كله كلام. هنا بقى فاكرين لما ليه كان اتكلم عن ضابط ومحدش كان عارف بالكلام ده؟ هنا ديف اتكلم مع الضابط ده وهو وضح له ان ليه ما بانش كانه قاتل خالص، وعشان كده ما حسش انه زودياك، فما اداش الموضوع اي اهتمام. حتى بول نايم في العربيه روبرت كان عايز يوريه ان اي معلومه صغيره صحيحه بس ممكن تفرق في بحر الشك والحاجات الغريبه دي كلها. هنا بيتصل بيهم الضابط بتاع فاليهو ويعرفهم انهم مش هيعرفوا يفتشوا البيت بتاع ليه عشان ما جابوش ادله كفايه، لازم يجيبوا خط ايد مطابق بالظبط او اي دليل. بس هم ازاي اصلا هيجيبوا دليل من غير ما يدخلوا بيته يعني؟ هنا المشكله انهم محتاجين خط ليه لازم، لانهم مش هيعرفوا يجيبوا خط ايده اصلا من غير ما يدخلوا البيت بتاعه. الضابط هنا بيخليهم يدوروا على متهم تاني غير ليه، واللي هم اصلا حوالي 2300 متهم، انتوا فاهمين الرقم قد ايه؟ فبيضطروا يدوروا عليهم. بتعدي سنه ولسه ما عرفوش مين هو زودياك. بول في اللحظه دي كان حاسس ان قضيه زودياك بتضيع، ملفات بتتوزع، تحقيقات بتتقفل، وكل اسم شرطه ماسك جزء ومفيش حد شايلها على كتفه. رد الفعل اتقابل بالرفض، لكن لان النظام نفسه كان ضد ان شخص واحد يمسك كل الخيوط. بول بدا يحس ان الموضوع مش مجرد قصه، بقى مهووس بالقضيه. بدا يحس ان زودياك بيتكلم له شخصيا. التهديدات خلت الخوف يدخل حياته الخاصه. بنروح هنا للظابط مع مرات اخو ليه، فبتقول ان السنه اللي فاتت الدكتور النفسي بتاع ليه بيقول ان ليه يقدر يقتل اي شخص، وده علشان الدكتور النفسي هو الشخص الوحيد اللي يقدر يعرف شخصيه ليه تقدر تعمل ايه بالظبط. بتكمل وتقول انهم ما شافوش ليه بقالهم 9 شهور، وشغال في مدرسه وعايش في عربيه زي البيت المتحرك في بلده ثانيه غير فاليهو. هنا هم بيجيبوا كل الناس اللي قالت اي اعترافات وحاجات عن ليه، والدكتور النفسي بتاعه كمان، عشان يعترفوا بكل ده قدام المحكمه ويقدروا يطلعوا مذكره علشان يفتشوا المقطوره بتاعته. كده هم مش هيضطروا يروحوا لحد في فاليهو، لانهم ما كانوش عارفين يفتشوا بيته الاول بسبب الناس في فاليهو. بياخدوا تصريح للتفتيش وبيروحوا المقطوره، ما بيلاقوش ليه موجود، فبيدخلوا بيلاقوا السناجب كتير جدا وحاجات غريبه مقرفه، بيلاقوا نفس الجوانتيات اللي كانت موجوده في التاكسي ونفس مقاس الجزمه وكل حاجه، بيلاقوا الاسلحه اللي كان زودياك بيستعملها وبيعمل بقى كل جرايمه بالظبط. ليه بيجي وبياخدوه، بيبقوا قاعدين مستنيين الضابط بيطلع ويقول لهم لا مفيش اي حاجه من كل الادله دي صح، وان ليه مش هو زودياك. انا اتجننت والله، انا خلاص دماغي اتفرقعت. ديف متعصب جدا وزهق من الجريمه، كان عايز يخلص منها. هو ما كانش مهتم اصلا اذا كان ليه هو زودياك ولا لا، بس هو كان عايز يخلص الجريمه دي يا جدعان لحد دلوقتي من ساعه ما دخل فيها ديف بقالها 3 سنين. انتوا فاهمين الرقم؟ رئيسه هنا بينصحه انه ياخد استراحه شويه. بنشوف هنا انهم بداوا يعملوا افلام عن زودياك وعن الرسائل اللي كان بيبعتها والشفرات وكل ده. والله والمشكله كمان انه لحد دلوقتي لسه عايش. يعني ازاي انت تعمل افلام عن شخص مريض زي ده؟ والله ما عدت فاهم، مش عارف ازاي تعمل افلام عن شخص زي ده. هنا روبرت بيقابل ديف لاول مره، متعرفوا على بعض، بيقعد يشجعه ويقول له انت هتقبض عليه، انا واثق فيك جدا. هنا ديف بقى بيقول له دول بقوا بيعملوا عنه افلام يا عم انت عبيط. بعد 4 سنين بنشوف واحد جديد مكان بول، وروبرت بيحاول يتعرف عليه بس هو بيبقى عيل قفل كده ورخم. هنا صاحب ديف بيقول له ان انا خلاص تعبت من كتر التحقيق، وان الجريمه دي خلاص مش هتنتهي يا ديف، وانا هتنقل من هنا اروح مكان تاني بعيد عن القضيه دي. الكل باعك وانت على موقفك يا نجم النجوم، بس كل ده من غير فايده، انت عبيط قوي. روبرت بيبقى عامل كتاب مجمع فيه كل الرسائل والحاجات الخاصه بقضيه زودياك. روبرت وبول بيتقابلوا تاني بس المره دي في مركب، وكل واحد فيهم واضح انه اتغير. روبرت بيساله انت كويس؟ بول بيضحك كده ويقول له القضيه خلصت، او على الاقل هما شايفين كده. روبرت بيحاول
بيحاول يرجع الكلام تاني لزودياك، بس بول بيوقفه، بيقول له الموضوع انتهى خلاص، مفيش حاجه تانية نعملها، ويعترف له لاول مره القضيه دي دمرتني، شغلي، حياتي، اعصابي. روبرت بيقول له ان لسه في اسئله كتير، بس بول بيقول له ان في دايما اسئله بس مش دايما في اجابات. وفي لحظه صريحه بول بيبص له ويقول له لو كملت ورا القضيه دي هتاخد منك اكتر ما تديك يا روبرت. وهنا روبرت بيمشي. بنشوف روبرت بيقول لي ديف انه عايز يقابله ويتكلم معاه. روبرت بيحاول يعرف ان هو يقدر يعرف مين زودياك ويجيب دلائل، بس ديف بيعرفه انه خلاص الجريمه دي ما عدناش بنحقق فيها، وفي ناس ثانيه بتموت وعائلات كتير لازم ناخد بالنا منهم. بس ديف في حته اهتمام كبيره جدا بزودياك. هنا روبرت بيفهمه ان عشان تحل الشفرات اي واحد في الدنيا هاوي محتاج بس حاجات زي دي، كتب زي دي، عشان كده هو كان بيتعقب الكتب دي. وديف كان شاكك ان زودياك كان جندي، فروبرت راح يدور على كل اللي اتحقق من الكتب دي في المكاتب العسكريه ولقى الكتب مفقوده. ده معناه انها اتسرقت، يعني السارق مش عايز حد يعرف الحقيقه. ده معناه برضو ان كل كتاب من الشفرات اتسرق من كل المكاتب العسكريه. ديف هنا بيساعده بس بيديله كام دليل هنا وهناك كده، مش بيساعده مباشره يعني. بيروح للضابط بتاع نابا علشان يقول له هتبدا منين بالظبط، وبيقول له ابدا من فاليهو عند الضابط جاك. هنا هو بيعرفه ان هو صاحب ديف وان انت هتقدر تساعدني، وغير كده اصلا القضيه دي ماتت وزودياك اختفى يعني من فتره، فخليني بس اشوف الاوراق والحاجات الخاصه بزودياك اللي عندكم. وبيخليه يدخل فعلا ويقعد يدور ويشوف ادله وحاجات لحد ما بيتجنن، بيطلع يجري وبيكتب الحاجات على المنديل عشان ما ينساش. فاكتشف حاجه مهمه عن القضيه اللي كانت في العربيه. فاكرين لما البنت كانت متوتره جدا وخايفه؟ روبرت بعد ما بحث اكتشف ان دارلين دي كانت تعرف شخص اسمه لي قبل الجريمه، وانها كانت بتقول لاصحابها ان في حد بيراقبها، وكانت مقتنعه ان الشخص ده هيقتلها في يوم من الايام. وده مهم جدا لان ده يخلي جريمه دارلين مش اختيار عشوائي لكن جريمه فيها استهداف. روبرت بيربط كل حاجه ببعض. دارلين كانت تعرف لي كان موجود في محيطها وبعدها يحصل القتل، وبعدين زودياك يبدا يعلن عن نفسه بقوه. يعني ممكن زودياك ما يكونش بدا كقاتل ورموز والحاجات دي، لا، لكن بدا بجريمه شخصيه وبعدين لبس قناع زودياك. وبيقولوا ان زودياك اتصل بكل عائله دارلين قبل ما حد يعرف انها اتقتلت. الغريب هنا ان الناس في فاليهو اصلا ما قالوش لديف عن المكالمات دي عشان هم اصلا كانوا بيخبوا حاجات كتير وما كانوش متعاونين. ولو انتوا فاكرين الواد اللي كان معاه في العربيه فمش هيعرفوا منه اصلا مين هو زودياك عشان هو سافر، بيخليه يروح لميلفن المحامي اللي كان زودياك عايز يكلمه. هنا روبرت بيكتشف ان زودياك كان اتصل ببيت ميلفن وان البت دي ردت عليه وكان قال لها انه لازم يقتل النهارده عشان نعيد ميلاده. فاكرين ده بقى حصل امتى؟ لما ديف راح لميلفن في البيت في الكريسماس، وده حصل قبل ما يبعت الرساله يوم 22 يعني قتل يوم 18. دلوقتي هو محتاج ياكد التاريخ ده. ديف بيقول له يروح للراجل دوت. روبرت بيساله عن تاريخ 18 او 22، بس الراجل بيفهمه انك بتدور في المكان الغلط وركز على خط الايد والدلائل دي بس. بيرجع البيت بيتصل بيه راجل بيقول له انت روبرت اللي مذكور في الصحيفه؟ بيقول له ايوه مظبوط. بيقول له انا ممكن اقول لك مين هو زودياك. هو شخص مهووس بالافلام وسجل جرايمه كان على فيلم. كلمت الشرطه وقلت لها كده بس محدش صدقني. بيقول له ان في راجل اسمه بوب لازم تدور عليه وبيعرفوا مكانه. بيكمل ويقول انه ما يعرفش ان صاحبه قاتل وهو بيخزن له بس شويه افلام وان الافلام دي هي الدلائل اللي انتوا محتاجينها. وبقول له اسم زودياك هو ريك مارشال. بيروح للراجل بتاع الخطوط والراجل بيعرفه ان زودياك ما هوش شخص انا برأته خالص في حياتي، بس الراجل ده يا جدعان خمرجي اصلا وبقى بيشرب خمره كتير وشالوه اصلا من الشغل بتاعه مع الشرطه وكده، فما عادش يعني بقى بيهلوس يعني وخلاص. بيكملوا يقولوا ان في راجل كان جالي من كام شهر كان اسمه وولس بيني وقال انه عارف مين هو زودياك واداني اسم ريك باين. هنا روبرت بيقول له ريك مارشال؟ بيقول له ايوه بالظبط كده. الراجل نفسه اللي اتصل بيهم هما الاثنين، والراجل بياكد له انه ما برأش اي حد اسمه ريك مارشال قبل كده. روبرت بيجي له اتصال شخص قاعد يتنفس في التليفون كده زي ما زودياك كان بيعمل مع الناس القريبه من كل الضحايا. الراجل ده بيقول له ان انا عارف ريك مارشال وهو كان المشتبه الاكيد بالنسبه ليا. كلامه كان مشتبه بس بصماته لا، واتبرأ من جريمه التاكسي اصلا. بيقول له كمان ان ريك اتدرب على حل الشفرات وكان كمان سينمائي في مسرح السينما الصامته. دلوقتي روبرت عايز نسخ من ايد ريك مارشال، بس هو مش هيقدر يعمل حاجه خالص زي دي غير انه يفكر بس، عشان مش هيعرف يجيب اي مذكره عشان هو شخص عادي جدا يا جدعان. يعني هو صحفي وكمان اقل من صحفي، ده رسام هزلي يعني. روبرت بياخد رقم وولس بيني من الراجل العجوز بتاع الخطوط اللي كان جاله في البيت وساب رقمه. بيكلمه يقول له انا عايز نسخه من خط ريك مارشال عشان هو ممكن يكون زودياك، فانت هتساعدني ولا لا؟ بيقول له ان ريك كان بيكتب ملصقات اعلانات في نفس المكان اللي كنت شغال فيه وبعت له نسخه. الراجل بيشوفها وبيبقى عايز نماذج كمان، وهو لحد دلوقتي ده الشخص الاقرب انه يكون زودياك. بس عشان نتاكد بنروح وبنعرف ان زودياك بعت رساله وفيها بيتكلم
بيتكلم عن ديف. في وقت من الاوقات بعض الناس قالوا ان ديف هو اللي كتب رساله زودياك، مش عشان يكشف القاتل لكن عشان يبني شعبيه لنفسه ويظهر قدام الاعلام كانه ماسك القضيه. الحقيقه اننا ما نعرفش، هي مجرد شكوك، وبسبب ده طردوا ديف من قسم الجرايم خالص. روبرت بيروح لديف بس ديف زهق خلاص وقال له ابعد عن ريك مارشال وفكك من الجريمه دي وما عدتش تتصل بيا تاني. روبرت ما وصلش لزودياك نفسه يا جدعان ولا عرف هويته لسه، لكن اكتشف حاجات مهمه جدا. ربط رسائل زودياك بالضحايا والاماكن، لاحظ نمط الرسائل والرموز، قدر يفهم ان بعض الضحايا كانوا مستهدفين شخصيات بعينها زي دارلين مثلا. اكتشف ان زودياك ما بيقتلش عشوائي لكن عنده اسلوب معين ومدروس. حط ملفات كامله وتحليلات دقيقه جدا، تواريخ، اسماء، رموز، مواقع. حاول يحل الشفره الكبيره لكن مش كل الرموز اتفككت. هنا اولاد روبرت بيلاقوا شفره وهم شغالين معاه وهي ما كانتش محلوله، مع ان كل الوكالات والناس كلها حاولت وما عرفتش، هو بس حلها من الكتب وشويه حاجات من المكتبه. هنا روبرت بيعرف مكان ليندا اخت دارلين بتاعت اول جريمه في العربيه، بيعرف انها في السجن. هنا هو بيقابل بوب فوجن اللي هيعرفه على زودياك، بيروح معاه البيت. هنا روبرت بيساله عن فيلم اتعرض في السينما لما هو كان هناك اسمه اللعبه الاكثر خطوره. بيقول له ليه، بيكمل ويقول له لان ده ليه علاقه بجريمه من جرائم زودياك وان هو ممكن يبقى ريك مارشال لما كان شغال هناك. بيقول له اننا جالنا معلومه ان ريك ساب فيلم هنا وقال لك ما تفتحوش نهائي، هو ده صح؟ بيقول له ايوه بس هو مش معايا دلوقتي عشان ريك اخده في سنه 1972. بيقول له دي المعلومات اللي خليتك تشك ان ريك هو زودياك؟ بيقول له ايوه وكمان الملصق الاعلاني لان الكلام اللي عليه خط الايد هو اقرب خط مطابق لزودياك. هنا الراجل بيقول له ريك ما رسمش اي ملصق من الاعلانات دي كلها. بيقول له لا هو اللي رسم ده حتى، بص. بيقول له يا سيد جراي سميث انا برسم الملصقات الاعلانيه بنفسي، ده خط ايدي. ايه ده بقى يعني وات؟ بيقول له طيب خلاص انا ماشي همشي انا بقى مع السلامه. بيقول له تعالى لما نشوف عرضنا الفيلم ده امتى، تعال نبص هنا في الكابو بتاعي. المرعب ان مفيش اصلا حد عنده كابو في كاليفورنيا قليلين جدا، وده اتقال في اول الفيلم بينزل معاه. بيقولوا ان فيلم اللعبه الاكثر خطوره اتعرض في 1969 ساعه جريمه دارلين في العربيه، وده معناه انه اتعرض قبل 9 اسابيع من اول رساله لزودياك. ايه يا عم الرعب ده بجد؟ يعني بيسمع صوت حد فوق، المفروض ان الراجل ده اصلا عايش لوحده. بيقول له انت عايش لوحدك؟ بيقول له اه تعال نطلع ونشوف. ويطلع يجري رعب بجد، بياخد الورق والباب ما بيفتحش، الباب ما بيفتحش، الراجل هيغتصب وباين ومش عارف يعمل فيه ايه. بيقول له حاسب كده، بيفتح له الباب ويطير في الدنيا. بنروح لتاني يوم ونشوفه مع اخت دارلين في السجن، فبيسالها عن زودياك. بتقول له ان دايما اختي كان حواليها رجاله كتير رغم انها كانت متجوزه، بس الراجل ده كان غريب، كان بيجيب لها هدايا من تيوانا، وهي قالت لي انه كان قال لحد قبل كده انه تقريبا في الخدمه العسكريه. بيقول لها طيب هو بيحب السينما؟ بتاكد له انه ما كانش بيحب الناس والتجمعات والحاجات دي. بتقول له ان الحفله اللي كانت عاملاها دارلين اختها كانت الناس بقى بتقعد تهيص وتضحك والكلام ده كله في الحفله، بس الراجل ده كان جاي ببدله وقاعد على الكرسي بعيد جدا وقاعد لوحده، فاختي حذرتني منه وكانت خايفه منه بجد، وبعد اسبوعين ماتت. بيسالها على اسمه، بتقول له هو كان عنده لقب قصير جدا كده زي ستان مثلا. بقول لها ريك؟ بتقول له لا ما اعتقدش. بتعصب عليها ويقول لها ازاي يعني، اكيد كان اسمه ريك مارشال. قلت له لا والله مش هو. الواد خلاص يا جدعان اتجنن بجد والله، بيجي يمشي بس هي بتقول له ان كان اسمه لي. وات يعني احنا هنفضل نلف في الدوريه دي بجد؟ انا زهقت والله زهقت من اللف. بيروح للظابط في فاليهو جري ويقول له اهو هو ده ليه كان عارف دارلين قبل ما يقتلها. بيقول له احنا عارفين وديف عارف واتحققنا من الموضوع ده وما طلعش هو. روبرت خلاص بقى شخص مجنون دلوقتي ومهووس بزودياك لدرجه انه ساب شغله كرسام هزلي وخلاص اعتزل. روبرت بيلاقي ورقه على الارض وفي ليه وعيد ميلاده يوم 18 بالظبط زي ما كلم البنت وقال لها النهارده هو عيد ميلادي وانا لازم اقتل، وكان بيتاكد من الموضوع ده. روبرت بيروح لديف ويقول له ان ليه هو زودياك وهو اللي اتصل بالبنت وقال لها انا لازم اقتل النهارده. بيدخل ويقول له كل حاجه بتثبت انه زودياك. بيقول له بس الراجل العجوز قال ان خط ايده مش هو، وان الراجل العجوز اصلا اترفد بسبب انه بيسكر كتير فاكيد بيخرف يعني وغلط. روبرت دخل المطعم بالملفات والدفاتر كلها وقعد قدام ديف وقال له انا لسه شايف نمط من الجرايم، كل الرسائل والرموز والتواريخ مربوطه ببعض وبتثبت ان ليه هو زودياك. ديف بيقول له من غير دليل ملموس القانون ما يسمحش لينا نثبت اي حاجه. روبرت بيقول له انا مش طالب القانون، انا عايز الحقيقه. ديف هنا قال له الحقيقه اوقات اصعب من اللي تتخيله واحنا مجبورين نمشي على الورق. بعد فتره روبرت بيروح محل كده وبيدخل ويلاقي ليه واقف وبيهنج هو هنا بقى ويمشي. بعد 7 سنين في المطار بيجي محقق واللي اخد مكان جاك من شرطه فاليهو، وبيدخل عليه ماجو اللي كان مع دارلين في العربيه في اول جريمه واللي كان مسافر طول الفتره دي كلها. المحقق بيوري له شويه ناس مشتبه فيهم وبيختار ليه، بيقول له انا متاكد بنسبه 8 من 10 ان هو ده. الفيلم بيخلص بقى والحقيقه لحد دلوقتي هم لسه ما مسكوش زودياك. بعد كل التحقيقات وكل الرسائل الحقيقه بقت واضحه، زودياك مجهول الهويه لحد النهارده، واللي اتكشف بس نمط الجرايم والاسلوب، اما الشخص لسه لحد دلوقتي لغز كبير جدا. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب والحاجات دي.